اوف، ايه الريحه دي؟ ما تبصليش كده، أنا مش قلة نظافة. انا عارفك انتي حصوات اللوز. أيوة، وأكتر حاجة الناس بتظلمني فيها إني بكسر ثقتهم في نفسهم. بس يعني ايه اصلا حصوات اللوز؟ اللوز فيها فتحات صغيرة اسمها الجيوب، الأكل والميكروبات والخلايا الميتة بتتحشر جواها. وبتتحول لحصوات؟ بالظبط، تتكلس وتطلع كتل بيضة أو صفرة صغيرة بس ريحتها قوية. عشان كده ريحه الفم بتكون كريهه؟ أيوة، مش المعدة ولا الأسنان. طب هو انتي بتوجعي اصلا؟ أحياناً إحساس جسم غريب، حكة في الزور وألم خفيف في الحلق. يعني نقدر نقول عليكي التهاب اللوز؟ مش دايماً، أنا ممكن أظهر حتى من غير التهاب. طب ومين اكتر ناس بتجيلهم؟ اللي بيعانوا من التهاب لوز متكرر أو جيوب أنفية أو جفاف الفم. طب هو انتي كده خطيره؟ لا، مش سرطان ولا حاجة تقلق، بس مزعجة. طيب ونخلص منك ازاي؟ غرغرة بمية وملح، نظافة فم كويسة، وأحياناً تتشال بلطف. طب لو الموضوع بقى متكرر؟ ساعتها بنقيم الحالة، وفي حالات قليلة بنشيل فيها اللوز. يعني مش كل حصوه محتاجه عمليه؟ إحنا مش طوابير عمليات. وزي ما سمعتوا حصوات اللوز مش عيب ومش قله نظافه ومش حاجه تخوف. لو عندك ريحة فم مزمنة أو إحساس غريب في الحلق، اسأل وما تتكسفش. وشيروا الفيديو عشان نكسر الإحراج. واكتبوا لنا تحت في الكومنتات تحبوا نتكلم عن ايه الفتره الجايه.